النهاردة هنتكلم عن القوة الخفية للعضلات. الموضوع أكبر بكتير من مجرد شكل أو قوة. سؤال دايما بيجي في بالنا: ليه أي أكل زيادة عن حاجتنا على طول بيتحول لدهون؟ هو سؤال يبان بسيط، بس الحقيقة إن إجابته بتفتح لنا باب على سر مهم قوي جوه جسمنا. طيب عشان نفهم الحكاية دي كويس، خلينا الأول نتبع رحلة السكر جوه الجسم. الحكاية بتبدأ أول ما ناكل أي حاجة فيها كربوهيدرات زي العيش، الرز، الفاكهة. الجسم على طول بيبدأ يكسرها ويحولها للجلوكوز اللي هو يعني سكر الدم. وأول ما ده يحصل البنكرياس بيفرز هرمون الأنسولين. مهمة الأنسولين ده إنه يكون زي المفتاح اللي بيفتح باب الخلايا عشان تدخل الجلوكوز وتستخدمه كطاقة. تمام، ده في الحالة الطبيعية. طب يا ترى إيه اللي بيحصل لو كمية الجلوكوز اللي في الدم دي كانت أكتر من اللي الخلايا محتاجاه في اللحظة دي؟ اللي بيحصل مع الوقت ومع تكرار الموضوع ده إن الخلايا بتبدأ نقدر نقول تزهق من كتر إشارات الأنسولين، ما بتستجيبش له زي الأول. الحالة دي هي اللي بنسمع عنها كتير باسم مقاومة الأنسولين، والنتيجة السكر بيفضل عالي في الدم، والجسم ما بيلاقيش حل تاني غير إنه ياخد الفائض ده كله ويخزنه على شكل دهون. طيب الجلوكوز الزيادة ده لازم يروح في حتة. جسمنا عنده زي ما تقول كده تنكين تخزين أساسيين للطاقة دي. وهنا بقى بيظهر دور البطل اللي ممكن نكون مش واخدين بالنا منه: العضلات. المخزنين دول هما الكبد والعضلات. بس السؤال هنا، تفتكروا مين فيهم يقدر يخزن كمية أكبر؟ خلينا نشوف في الأول الكبد. الكبد يقدر يخزن في حدود 100 جرام من الجلوكوز على شكل حاجة اسمها جلايكوجين. ده الشكل اللي الجسم بيخزن بيه السكر. أما بقى العضلات فقدرتها التخزينية بتوصل ل 500 جرام. متخيلين؟ يعني 5 أضعاف قدرة الكبد. ودي نقطة محورية جدا في فهمنا للموضوع كله. بالظبط كده، نقدر نشبه العضلات بسفنجة كبيرة جاهزة تمتص أي جلوكوز زيادة في الدم، بتشفطه وتخزنه عندها قبل ما الجسم يفكر حتى إنه يحوله لدهون. وعشان الفكرة تثبت أكتر، تعالوا نتخيل سيناريو بسيط. معانا شخصين أكلوا نفس الوجبة بالظبط بنفس الكمية. الشخص الأول عنده كتلة عضلية كويسة، والتاني كتلته العضلية أقل. في حالة الشخص الأول الجلوكوز الزيادة هيروح فين؟ هيروح يتخزن في العضلات على طول، وتأثيره على زيادة الدهون هيكون بسيط جدا. أما الشخص التاني للأسف نفس كمية الجلوكوز الزيادة دي هتاخد طريق مختلف تماما، وهو إنها تتحول لدهون. بس استنوا، الموضوع مش بس تخزين سكر، فوائد العضلات بتروح لأبعد من كده بكتير. الفكرة إن كل ما زادت الكتلة العضلية في الجسم، كل ما زاد معدل الأيض أو الميتابوليزم. يعني الجسم بيبقى بيحرق طاقة أكتر حتى وإحنا قاعدين مش بنعمل حاجة. العضلات دي نسيج نشط بيستهلك سعرات حرارية، وده طبعا بيساعد جدا في تقليل مقاومة الأنسولين، وكمان بيحارب الالتهابات المرتبطة بزيادة الدهون. وهنا بنواجه تحدي مهم بيقابلنا كلنا. مع تقدم في السن الجسم بيبدأ يفقد كتلته العضلية بشكل طبيعي وتدريجي، وده واحد من الأسباب الرئيسية اللي بتفسر ليه معدل الحرق عند ناس كتير بيقل مع السن. ومش بس كده، العضلات ليها دور تاني مهم جدا، وهو الحماية. هي بتمثل درع واقي للهيكل العظمي، بتدعم العظام وبتحميها، وده بيقلل بشكل كبير من خطر الكسور لو حصل أي سقوط، خصوصا مع كبار السن. طيب بعد كل ده يجي السؤال الأهم: إزاي ممكن نحافظ على عضلاتنا أو حتى نزودها؟ الإجابة الأساسية والأكثر فعالية هي تمارين المقاومة. مش لازم الموضوع يكون معقد، المقصود بيها أي تمرين بيحط ضغط أو تحدي على العضلات، سواء بقى كان ده عن طريق رفع أوزان في الجيم أو حتى باستخدام وزن الجسم في البيت. لازم نبص للعضلات الهيكلية على إنها أكتر من مجرد حاجة بنتحرك بيها. هي عضو أساسي في منظومة الصحة الأيضية بتاعتنا، وعنصر حيوي لو عايزين نعيش حياة أطول بصحة أفضل. في مقولة بتقول إن الجسم والصحة دول نعمة كبيرة، والاهتمام بيهم مش رفاهية، ده شيء أساسي ومسؤولية. يمكن بعد ما عرفنا كل ده نظرتنا للعضلات نفسها تختلف. السؤال اللي محتاجين نسيبه مع كل واحد فينا هو: هل هنبدأ نتعامل مع العضلات كعضو حيوي ومهم لصحتنا العامة على المدى الطويل، ولا هتفضل في نظرنا مجرد شكل خارجي وقوة وبس؟